في الأول هقول لكم المواصفات الفنية بتاعة الكارت، مش كلها ومش بتفصيل، بس أنا هسيب لكم لينك تحت الفيديو في الديسكريبشن علشان اللي عايز يقرأ كل التفاصيل بتاعته والمواصفات الفنية بالتفصيل الدقيق هيلاقي في اللينك دوت، وكمان السعر بتاعه علشان الناس اللي عايزة تشتريه. طبعا الكارت ده مش للناس اللي لسه داخلة الموضوع جديد، الكارت ده للناس اللي بقالها شوية وعايزة بقى تبتدي تطلع كواليتي حلو من الاستوديو بتاعها. فالكارت ده للناس المتقدمة شوية، وكمان عشان سعره هو مش بتاع اللي هو 1000 و2000، الكارت ده غالي شوية، هقول لكم سعره كمان شوية. بعد المواصفات هناخد الكارت ده وهنجربه قدام الجيتار، وهنجربه قدام صوتي، وبعد ما نجربه علشان انتوا تسمعوا صوته بالظبط عامل ازاي، ولو عايزين تقارنوه طبعا انا بسجل بنفس المايك، كل الكروت اللي انا بسجلها بنفس المايك اللي هو النويمان TLM 107 المايك بتاعي، علشان لو انت عايز تقارن صوته مثلا باليونيفرسال اوديو ارجع للحلقه واسمع الصوت ده واسمع الصوت ده. انا كده مش بعمل اي EQ ولا كومبريسور ولا اي حاجه، انا بس بظبط الليفلات، فتقدر تقارن ما بينه وما بين صوت اي كارت تاني انا جربته في الحلقات اللي فاتت. في الاخر هقول لكم انا رايي الشخصي ومميزاته وعيوبه اللي انا شايفها شخصيا، علشان لو انت مهتم تسمع رأيي هيبقى في الآخر. أول نقطة بقى بالنسبة لي كانت قوية جداً، أنا قلتها في الأنبوكسنج، اللي هو فكرة إن الكارت صناعة ألماني، ودي إحنا مش بنشوفها كتير، نتيجة إن طبعاً لما الكارت يكون متصنع في ألمانيا تكلفته بتبقى زيادة، فالناس بتوع RME مش بيسترخصوا في الموضوع وصنعوا الموضوع كله في ألمانيا، مش زي ما بنشوف إن هو مثلاً الشركة تبقى ألماني لكن التصنيع في الصين أو في أندونيسيا أو في أي بلد تاني من شرق آسيا اللي هي الدول اللي العمالة بتاعتها رخيصة شوية، ولكن الكارت متصنع في ألمانيا. طبعاً وزنه والخامات اللي متصنع بيها مش محتاجة كلام كتير. تاني نقطة ودي في إمكانيات الكارت مش هتكلم عنها كتير لأن برضو موضوع يطول شرحه، ولكن لو أنت بتطلع في شغلك بطبيعة شغلك إن أنت بتبقى محتاج مالتي تراك ريكوردر، فمثلا لو أنت في تصوير بره خارجي والناس محتاجة مثلا تسجل وتصور في نفس الوقت بتاخد الأوديو في مثلا 20-30 تراك درامز بقى وجيتارات وحاجات زي كده، وانت عايز تاخد ريكوردر مش عايز تاخد بقى كمبيوتر ومش عارف ايه، الكارت ده تاخده هتوصله بفلاشة او بهارد وتسجل عليه كل التراكات معاك لغاية 40 تراك. طبعا دي ميزة بفلوس، فدي تاني نقطة او تاني ميزة كبيرة جدا انا شايفها في مواصفات الكارت ده. تالت حاجة بقى مداخل الصوت ومخارج الصوت الكتيرة جدا اللي هي مش موجودة في المنافس بتاعه يونيفرسال اوديو إلا في الكروت اللي تمنها أعلى من 500 ل 1000 دولار تاني، فهم 20 انبوت و20 اوتبوت، وطبعا مداخل ومخارج الصوت متقسمين لأنالوج وديجيتال. الأنالوج فيه 8 أنالوج إن و8 أنالوج أوت، وبعد كده 12 ديجيتال. احنا شرحنا المداخل الانالوج والديجيتال شويه في الانبوكسنج، ولكن نعيد عليهم بسرعه. عندك 2 انالوج كومبو ب2 بري امب، علشان ما تتلخبطش الكارت ده 2 بري امب، 2 مايك بري امب، فهو الاثنين اللي قدام بالفانتوم بار بتاعهم هو كومبو جاك، فانت لو عايز توصل مثلا جيتارات او اي حاجه او XLR هيبقى شغال معاك. وبعد كده في 3 و4 اللاين والانسترومنت علشان لو انت عايز توصل لاين ليفل او انسترومنت، وهو اوتوماتيك بيفهم انت موصل لاين ولا انسترومنت، ماشي. وبعد كده الاربعه التانيين ورا بلاين ليفل. طيب الثمانيه بقى الانالوج اوتبوت، ادي كده 1 2 3 4 5 6، فعندك 6 ينفع تحط فيهم اي حاجه، سينسايزرز عايز توصل بقى علب من بره، EQ كومبريسور بري امب، اي حاجه للماسترنج، عندك اوبشنز كتيره جدا، فيتفوق على اي منافس ليه من يونيفرسال اوديو، حتى الكروت اللي اغلى منه ب 500 ل 1000 دولار. فدي ميزه الكارت الرهيبه ان هو فيه عدد مداخل ومخارج كتيره جدا.
طبعا الكارت فيه 2 ميدي ان واوت للناس اللي عايزه توصل حاجات اكسترنال ميدي ان واوت، وطبعا في الورد كلوك، وفي كمان الاي دات ان واوت واللي بيجي بالكابل بتاعه، ودوت مدخل الدو ريكورد اللي هو بيسجل المالتي تراك 40 شانل، واليو اس بي والاس بي دي اي اف والاي اي اس بالدونجل بتاعه. وطبعا هو مديلك الكابل بتاعه زي ما شفنا في الانبوكسنج علشان ما تضطرش ان انت تشتري كابل مخصوص ليه. والكونفرجن بتاعه من انالوج لديجيتال عند 24 بت و192 كيلو هرتز سامبل ريت. للاسف انا مش هعرف اقول لكم كل مواصفاته بكل زرار من دول مثلا بيعمل ايه وينفع نوصله ازاي بالارك بتاع الريموت كنترول، ولكن تعالوا نسمع صوت الكارت قدام الجيتار وقدام صوتي انا، وبعد كده هنرجع اقول لكم رايي انا الشخصي، مميزات وعيوب انا شايفها في الكارت ده. احنا كده سامعين صوت الكارت. انا موصل المايك بتاعي النويمان التي ال ام 107 على الكارت، وفي كاميرا صغيره كده هتجيب لكم الشاشه اللي فيها الليفل بتاعنا. هنراجع بسرعه كده الكارت مواصفاته ايه. هو عباره عن 2 بري امب ب20 ان و20 اوت. الكونفرجن بتاع الكارت زي ما قلنا 24 بت وواصل لحد 192 كيلو هرتز سامبل ريت. دي كده مواصفات الكارت سريعا عشان اسمعكم صوت الكارت. هنسمع صوت الجيتار عامل ازاي، واللي عايز يقارن ما بينه وما بين اليونيفرسال اوديو انا كنت عامل مراجعه ليه هتظهر دلوقتي فوق علشان المقارنه تبقى سهله. تعالوا بقى دردش معاكم دلوقتي بعد ما سمعنا صوته في عيوب ومميزات الكارت ده. اول عيب انا شايفه في الكارت ان هو USB 2. الكروت كلها الجديده اللي بتنزل من يونيفرسال اوديو، حتى الكروت التانية اللي هي ممكن تكون رخيصه نازله على الاقل USB تايب سي، ده لسه ب USB 2. فدي العيب الوحيد اللي انا شايفه في الكارت لغايه النهارده. في عيب وما ينفعش يتسمى عيب قوي يعني، ولكن انا هقوله برضو، السوفت وير اللي بيجي معاه اللي هو توتال ميكس شويه محتاجك تذاكره وتتعرف عليه قوي علشان خاطر تبقى عارف تجيب ايه امتى بسرعه، ما تحطش تلف فيه، علشان هو دماغهم الناس اللي صممت السوفت وير معقده شويه فهو محتاج ايه شويه وقت تقعد تتمرن عليه. ويمكن عشان كده انا جبت لكم ده، لان ده حل المشكله نسبيا، مش هتحتاج ان انت كل شويه تدخل تبص بقى على السوفت وير وتجيب حاجات وتقعد تدوس عليها، ده بيلخص جدا القصه. فعشان كده انا جبته وقلت هيبقى في نفس الريفيو. فيمكن هو مش عيب قوي يعني او عيب قاتل، ولكن بالنسبه لي انا قلت اقول يعني اللي ليا واللي عليا ان انا ما حبيتش قوي السوفت وير بتاعه توتال ميكس، مع انه شامل وفيه كل حاجه وما فيهوش عيوب في الاستخدام، يعني مش مثلا بتلاقيه بيهنج او لا، هو مش هيضايقك في حاجه غير ان انت بس محتاج تحفظه شويه وتبقى عارف هو حاطط كل حاجه فين. دول العيبين اللي انا ممكن اكون شايفه. ولكن مميزات بقى، خد عندك مميزات كتيره جدا. اولا سعره في مصر منطقي جدا، دي اول ميزه ويمكن اكبر ميزه. التوكيل في مصر عارف يظبط سعره هنا في مصر بسعر منطقي جدا، كأنك انت في حد جابهولك من بره وجه. بخلاف بقى امكانيات الكارت الكبيره جدا اللي هي من ضمنها مثلا مداخل الصوت ومخارج الصوت الكتيره جدا
الانالوج بالذات. يعني انا مثلا علشان انا بستخدم ابولو توين، علشان اجيب علب خارجيه اي كيو بقى، بري امب، اي حاجه خارجيه، محتاج لاين ان واوت. ما عنديش بقى الامكانيه دي. علشان خاطر اجيب حاجه فيها على الاقل 6 لاين ان واوت، هبقى محتاج اطلع لغايه الاكس 6 او الاكس 8 في يونيفرسال اوديو، وتمنهم فوق ال 2000. يعني الاكس 6 بحوالي $2000 او 2200، والاكس 8 3000 بقى دولار. فطبعا يعني موضوع تاني خالص. لكن ده في كل دوت وب $1600، وفي مصر بتمنه. يعني مش محتاج فزلكة عشان خاطر تعرف تقيم الموضوع. طيب من الناحية التانية RME بقى كشركة من أحسن الشركات اللي بتعمل بري أمبات صوتها محايد، ما بيحطوش كولر على البري أمب. فمثلا يونيفرسال أوديو معروفين إن هم بيحطوا كولر في البري أمب بتاعهم. ممكن مش كل الناس تبقى حابة الصوت ده، ولكن ال RME ميزة البري أمبات بتاعتهم إن هم صوتها محايد. يعني أنت زي ما بتسجل زي ما هتلاقي النتيجة في التسجيل زي الحقيقة بالظبط. يعني مفيش كولر اتحط زيادة على صوت الحاجة اللي انت بتسجلها. فالصوت محايد بتاع البري امبات، وطبعا الكونفرترز بتوعه محترمين جدا. وطبعا زائد كل دوت ان هو تصنيعه محترم جدا جدا. الخامات كلها معدن، مش مسترخصين في حاجة. والميزة الكبيرة طبعا اللي احنا اتكلمنا عنها ان هو ميد ان جيرماني او صنع في ألمانيا. فحتى هم مش مسترخصين في حتة التصنيع ان هم ودوه بلد تانية تكون اقل شوية. فهم عاملين الكارت في ألمانيا ومتصنع في ألمانيا ومتقفل في ألمانيا وجاي لك. طيب أرشحه إمتى وأرشح إمتى يونيفرسال أوديو؟ لو أنت عندك الإمكانية إن أنت تصرف حوالي من $50 ل $100 في كل بلجن من يونيفرسال أوديو، خليك في يونيفرسال أوديو. صوت البلجنز بتاعت يونيفرسال أوديو محترمة جدا جدا، ولكن المشكلة إن هي ما فيهاش كراك، وأنت بتدفع فلوس في بروسيسورز جوه الكارت علشان تعرف تستخدم البلجنز بتاعت يونيفرسال أوديو. طيب RME لا، انت ما فيش كل الكلام ده. انت بتستخدم الكارت، تستخدم معاه اي بلجنز بقى تانية طالما انت مش فارق معاك بلجنز بتاعت يونيفرسال أوديو. تخليك في يونيفرسال أوديو لو انت حابب صوت البري امبات بتاعت الكارت. لو انت بتلعب مزيكا روك مثلا، عايز الصوت الكريسبي بتاع الكروت اليونيفرسال أوديو، خلاص يبقى خليك مع يونيفرسال أوديو، هي بتدي لك الصوت ده. فالخلاصة تخليك مع يونيفرسال أوديو لو انت حابب البلجنز بتاعتها وعندك المقدرة والفلوس ان انت تدفع في بروسيسور يشغل البلجنز بتاعتهم. لان انت حتى لو انت جبت الاكس 8 مثلا، فهو فيه 4 بروسيسور، فانت هتحتاج ان انت تجيب بعد كده ساتلايت علشان تدخل في سيشن كبيرة فيها بلجنز كتير. فهتحتاج باور، لان هو ما بيعتمدش على الباور بتاع الكمبيوتر. البلجنز بتاعتهم بتحمل على الباور اللي فيه البروسيسور بتاع الكروت. فلو انت داخل في الحتة دي وما عندكش مشكلة في ان انت تصرف وتجيب بقى ساتلايت وكروت صوت فيها بروسيسورز كتير ومداخل ومخارج كتير، خليك في الحتة بتاعت يونيفرسال أوديو. انما لو انت عايز صوت بري امبات محايد، اللي انت بتسجله زي بالظبط اللي طالع، مفيش كولر في البري امبات، وعايز كونفرتات محترمه ومداخل ومخارج صوت كتيره، وفي نفس الوقت مش الكروت اللي هتدفع فيها كتير قوي، يبقى خليك في RME. انا حابب الكارت وحابب تصنيعه وحابب فكره ان هو ميد ان جيرماني، وحابب ان هو مالتي تراك ريكوردر من غير ما تحتاج كمبيوتر. فالخلاصه انا شايف يستاهل ثمنه جدا، وحتى مع منافسينه قيمه مقابل سعر محترم جدا. بس يا سيدي، وده كان رأيي أنا في RME Fireface UCX2. يا رب يكون الريفيو اختصر لك كل حاجة وعرفت تقيم الكارت من كل الجوانب. فميرسي جدا لوقتكم، ويا رب أكون فدتكم، وأشوفكم في فيديو جديد.